قطعة المحتوى بتتكون من ايه؟ بتتكون من 5 اجزاء. ايه هما؟ الهيدلاين العنوان، الانترودكشن المقدمة، البادي اللي هو جسم المحتوى نفسه، والسمري الملخص، والكول تو اكشن اجراء الفعل. يبقى الشكل الصحيح للبيس اوف كونتنت انها بتتكون من ال5 اجزاء دول. تمام. محتوى السوشيال ميديا زي ما كده اسراء خدت بالها لوحدها، وكانت لسه حالا بتقول لي وهي بتراجع التاسك بتاعها، بتقول لي حسيت انه هيطول مني. ليه اسراء قالت لي الجمله دي؟ عشان احنا عارفين ان محتوى السوشيال ميديا مش بيفضل انه يكون طويل خالص خالص. جمهور السوشيال ميديا، وطبقوا ده بقول لكم علينا لان احنا اوريدي بنقعد على السوشيال ميديا واحنا يعني طول النهار زي اي الناس. فاحنا عارفين ان احنا مش يعني اللي قاعد على الفيسبوك او انستجرام او الحاجات دي، هو يعني ايه، حتى لو عايز معلومه عايزها بسرعه. ما عندوش غير اللي داخل يقرا يعمل سيرش مثلا على جوجل وداخل يسرش وعارف ان هو هنا المعلومات تفصيليه، فهو مهيئ نفسه لده. انما السوشيال ميديا ما بتحبش كده. تمام. فده بيترتب عليه ان في بعض الاحيان، وخصوصا في مرحله الكوبي رايتنج، وحتى في الكونتنت، بس يعني اساسي في الكوبي البيس اوف كونتنت، بندمج بقى. تتكون من 3 اجزاء. ايه هما؟ هيدلاين، بادي، كول تو اكشن. تاني، هيدلاين، بادي، كول تو اكشن. فمعنى كده ان احنا بندمج ايه؟ معنى كده ان احنا بندمج الانترو والسمري مع البادي. بس كده. ليه؟ لان الكوبي بتبقى صغيره، فما فيش داعي لوجود انترو مقدمه ولا سمري، لان اصلا انا ما كتبتش كلام كتير عشان اعمل له ملخص. تمام. فده في بعض الاحيان. ولكن لو انا بقدم كونتنت تعليمي زي مثلا اللي انا بقدمه، انا ساعات لا كتير في محتوياتي انا حسب الخدمه بقى. دايما اقول انت لازم تفهم الاساسيات مني وتوظف حسب البيزنس. انا الخدمه بتاعتي انا كجيلان اللي هي خاصه بالكونتنت كريشن والتعليم والمجال التعليمي. لا، ممكن بكتب بيس اوف كونتنت طويله شويه بيكون فيها الاجزاء دي، بس برضو مش بالطول الممل بتاع المقاله. بس ممكن يكون فيها الاجزاء دي. انما الكوبي رايتنج اكيد زي ما قلت هيكون هيدلاين، بادي، كول تو اكشن. طيب، يلا بينا بقى ندخل على اديكوا تيبس ازاي نكتب كل حاجه منهم. ليه بقى؟ لان انت ممكن تكون في اول الطريق، اول مره تكتب، فانت محتاج الارشادات دي ازاي اكتب البيس اوف كونتنت. والله انت عارف تعتمد على طرق غيرها، انا ما عنديش ادنى مشكله. انا ما بحبش حتى يعني اخلي الناس فكرها في اتجاه واحد. ولكن حد ممكن يكون في الاول يجي يقول لي طب انا مش عارف اكتب الهيدلاين، اسيبه كده؟ لا، لازم يكون مع داتا وماتيريال يعرف يرجع لها. هو عارف يتصرف من غيرها اللي يريحه. تمام. طيب، قولي لنا بقى ازاي نكتب. اول حاجه في البيس اوف كونتنت هي الهيدلاين، وهي اهم حاجه عندنا بصراحه. ليه؟ لان هي اول حاجه الجمهور بيشوفها وبتجذب انتباهه. يا اما بيكمل معاك باقي قطعه المحتوى، يا اما ايه، ما بيحصلش حاجه وبيسيبها ويكمل سكرول زي ما هو قاعد. طيب، ايه التبس اللي ممكن نكتبها تخلي الجمهور يتشد كده للهيدلاين ويكمل قراءه البيس اوف كونتنت؟ اول حاجه انه يكون بيحتوي على احد المشاعر، ودي اتكلمنا عنها في السيشن اللي فاتت بالتفصيل، وقلنا ان لازم البيس اوف كونتنت بتاعتك تكون فيها نوع من المشاعر اللي احنا اتكلمنا عنه، وادينا 13 نوع. وقلنا ان مفيش مانع خالص ان البيس اوف كونتنت يبقى فيها اكتر من نوع، عادي جدا. فحاول قوي دايما وانت بتكتب ان الهيدلاين يبقى واضح ان بيحرك حاجه من المشاعر دي، يا اما خوف حد، يا اما فرحه يخليه مبسوط، يا اما حمسه لحاجه، يا اما عمل عنده شعور الفخر والاعتزاز اللي احنا قلنا عليه. يعني حاول كده يكون في ايه، حاجه من المشاعر اللي احنا اتكلمنا عنها بشكل واضح. يبقى دي اول نصيحه بنصحك بيها في كتابه الهيدلاين. طيب، ايه تاني؟ الهيدلاين اللي بيحتوي على الارقام بسيط، واضح، مؤثر جدا. خدوا بالكم احنا هنشرح التيبس وهنشوف امثله زي ما احنا عارفين في الاخر. فالهيدلاين اللي بيحتوي على ارقام بشكل مباشر، خدوا بالكم انا مجمعه لك طرق بسيطه، طرق واضحه ومباشره. طيب ليه مثلا يقول لك ايه 5 طرق لتعلم مثلا كتابه المحتوى، 6 اسرار لكذا، بيلفت انتباه الجمهور طبعا المهتم بالمنتج او الخدمه. احنا متفقين ان انا في الاخر أنا لازم اكون عارفه جمهوري مين. طيب، ليه بيبقى محدد؟ اللي هيجي يقرا عارف انه مثلا انت قلت له 5 عناصر، فهو عارف انه داخل يقرا 5 عناصر تبس. 1 2 3 4 5، خلص 1 ناقص 4، خلص 2 ناقص 3. فالدنيا بتبقى واضحه ومرتبه وسهله، فبيشجع على القراءه. وفي معلومه كده منتشره وقراتها كتير وسرشت كتير على الاصل بتاعها، ما كانش ليه رد، اللي هو دايما يقول لك الارقام الفرديه بتجذب الانتباه اكتر من الزوجيه. وكله حتى قال يعني ما فيش سبب واضح لده. يعني هي معلومه كده يقول لك يعني من خلال جذب الانتباه واراء الناس اكتشفنا الارقام الفرديه بتجذب الانتباه اكتر. طيب، رقم 3 انه يكون بيحتوي على احصائيات. ليه بقى؟
الاحصائيات يعني ايه اسراء؟ الاحصائيه دايما بتعبر ان الكلام ده جاي من جهه موثوق فيها، كلام موثوق. حتى انا كنت بشوف اعلان في التلفزيون كده من فتره، كان اول جمله بيبدا بيها كان معجون اسنان للاطفال. فاول جمله بيبدا بيها بيقول لك مش عارفه 99 مش عارفه ايه طفل بيعانوا من كذا. هدفه من ده ايه؟ يلفت انتباه طبعا هنا الجمهور المستهدف اللي هو ايه؟ الاباء والامهات. هنا ليه؟ هيحسسك لا خد بالك، انتبه لده في طفلك، لان الاحصائيه معناها ايه؟ جهه عملت استطلاع وعملت تحليلات، فبيبقى كلام موثوق فيه. فمن الحاجات فعلا اللي بتجذب الانتباه وبتدي شعور كبير بالثقه والمصداقيه، فممكن تعتمد على الاحصائيات في الهيدلاين. طيب ايه العناوين التانية بتلفت الانتباه المرتبطه بالترند؟ واظن بقى الترند احنا اتكلمنا عنه بشكل تفصيلي، تمام كده، لما قلنا شروط استخدامه وتستغله ازاي ومفروض تكون مراعي فيه ايه. لو مش فاكرين نرجع للبي دي اف ونعمل مراجعه. قلت لكم البي دي اف تقدروا تراجعوا منها دايما بشكل مستمر، لو حتى مش عايزين تراجعوا من التسجيل اللي بيبقى طويل، اعتمد على البي دي اف، انا بشرح فيها بالتفصيل. فالعناوين المرتبطه بالترند اللي منتشر في الوقت الحالي بتجذب الانتباه جدا جدا جدا، فممكن تستخدم الترند في العنوان. طيب رقم 5 بقول لك ايه؟ استخدام التوقيت. يعني ايه استخدام التوقيت؟ ركزوا معايا، بسيطه جدا بس حاجات بتفرق. يعني بقول لك هنا لو انا هكتب بوست عن منتج زي الدفايات، اكيد هربطه في فصل الشتاء. انا فاهمه كويس قوي ان الدفايات بتتباع في الشتاء، بتستخدم في الشتاء، يعني ما انا مش انا اللي جبت المعلومه، انا عارفه ان هي حاجه يعني منطقيه. بس اربط المنتج او الخدمه بالموسم. يعني انت هنا دخل كلمه الشتاء، شعور الشتاء، مشاكل الشتاء، الكلام ده. بتتكلم عن حاجه في رمضان، دخل احنا في موسم رمضان قصدي، دخل المنتج او الخدمه بتاعتك في اي حاجه خاصه برمضان، الناس بتتفاعل مع ده. لازم تعمل اي موسم، تمام. فانا الصيف، الشتاء، دخلت المدارس، دي مواسم. انا حتى لما بنيجي نكتب كونتنت او حاجه بنبدا نشوف المواسم ايه، هنربطه بايه، هنعمل ايه. ففكر حتى ما تقولش مثلا ايه لا انا ماليش دعوه بالمدارس. فكر، شغل دماغك، يمكن تلاقي فكره تربط المنتج او الخدمه باستخدام مثلا يفيد الام مثلا بخصوص الدراسه، مش شرط الابناء اللي في المدارس. يعني فاهمين اللي انا بقوله؟ اتعلم تربط، ما تبقاش انت ماشي في واحد مالكش دعوه، لا اتعلم تربط البيس اوف كونتنت بالموسم، وهنا يبقى ده باين في الهيدلاين. تمام كده؟ طيب بصوا بقى رقم 6 دي وهوضحها لكم دلوقتي في الامثله. بنقول فيها ايه؟ استخدام عبارات معروفه او تغيير كلمه فيها. يعني ايه الكلام بقى اللي انا بقول لكم الغريب ده؟ دي لطيفه جدا على فكره، ما تشوفوها دلوقتي في البرزنتيشن، وفي كذا مثال عليها السيشن الجايه كمان. يعني ايه عبارات معروفة؟ عبارات معروفة مش كلنا كده حافظين. ممكن يكون إفيهات، أقوال مقصورة، أمثال شعبية، حكم، مطالع، مطلع أغنية بقت خلاص معروفة، زي ما هوريكم بقول لكم السيشن الجاية جايبها لكم في شرح حاجة. الحاجات دي كده بقت ثوابت الناس عارفاها. فلما انت بتستخدم حاجه من دي في العنوان وتوظفها، طبعا حسب المنتج او الخدمه، بتجذب الانتباه جدا. ليه بقى؟ لان بيبقى يعني بتثير فضول الجمهور قوي انه يعرف طب هو انت اللي انت يعني انت المثل ده انت تقصد بيه على منتج او خدمتك. مطلع الاغنيه الشهير ده انت تقصد بيه ايه لما انت استخدمته هنا؟ فبتبقى لطيفه جدا جدا جدا. طيب وكان بالك كمان ايه؟ تغيير كلمه فيها بمعنى ايه؟ ان انت ممكن تبقى مش عارف توظفها زي ما هي، فانا عايزه الاقي لك حل، فتغير كلمه تمشيها مع ايه؟ المنتج او الخدمه، لكن مجملها اللي بيقراها بيبقى فاهم ان دي ايه، يعني معناها المثل ده، او معناها الحكمه دي، او الافيه ده، او مطلع الاغنيه دي، الناس بتبقى فاهمه ده، فاهم؟ بس معروف ان انت عامل ايه؟ تغيير كلمه. فاهمين قصدي؟ وهوريها لكم في الامثله. فطرق فعلا بتعمل جذب انتباه وبتبقى لطيفه جدا. رقم 7 انه يكون بيحتوي على حاجه من اللي انا كاتباهم دول. ايه دول بقى؟ تحذير، يحذرك من حاجه. يعني لما اجي اديك تحذير من العنوان كده في تحذير، وانت طبعا زي ما احنا اتفقنا من الجمهور المستهدف، مما لا شك فيه ان انت هيبقى عندك فضول ان انت تعرف التفاصيل. ما العنوان ما فيهوش اكتر من التحذير، طب تفاصيله ايه؟ احذر ايه بالظبط؟ اعمل ايه؟ فبيثير الانتباه. السؤال، طرق بسيطه جدا من الطرق، عشان انت لو انت في الاول يعني مش عارف تدخل في تفاصيل مثلا تغيير كلمه بكلمه في عباره معروفه، والتفاصيل دي في حاجات مباشره وتؤدي المعنى وتجذب الانتباه. انا ما بحبش التعييد خالص، عشان كده بدي اوبشنز كتير، شوف اللي يناسب ليك. السؤال من الطرق اللي بتبقى حلوه جدا في العنوان وبتجذب الانتباه بشكل بسيط.
علامات الاستفهام بقى اللي هي كلها بقى، كيف واين ومتى، واللي هي ايه السؤال، ويعني السؤال باي شكل يعني. خلاص، فممكن تعتمد على السؤال والاجابه هتبقى في بقيه البيس اوف كونتنت، فبيحصل جذب للجمهور. طيب ازاي؟ انا فاهمه كويس قوي ان ازاي تعتبر سؤال، لكن انا كبهها لك تحديدا بعد اذنكم لان هي مميزه يعني. انا بستخدمها كتير بصراحه. ليه؟ لان هي من كلامنا، يعني كلنا بنقول ازاي دي بشكل عادي. لما بنيجي نعمل سيرش بندور على حاجه عشان عايزين نعرفها، بنكتب ازاي نتعلم كذا، ازاي نعمل كذا، فكلنا بنسرش بيها. ف وبعدين الجمهور سهل عليه وبيبقى عارف ان الحل او الطريقه في باقي قطعه المحتوى، فطريقه مباشره وواضحه وصريحه وبتجذب انتباه الجمهور. يعني لما اقول للجمهور ازاي تتعلم كتابه المحتوى زي ما حضرتك في الامثله، سؤال واضح وصريح. لو هو مهتم بالمجال ومبتدئ، انا هنا طبعا هيبقى جمهوري المبتدئين، اكيد مش راح اكلم حد خبره في المجال واقول له ازاي تتعلم، مش دي هتفرق معاه خالص. المبتدئين هيلقوا نظره ببساطه شديده. تمام. طيب التخصيص، ركزوا معايا بقى. التخصيص دي يعني ايه؟ ارجعوا معايا كده للسيشن الثانيه تقريبا مع بعض، نرجع شويه كده بفكرنا. فاكرين واحنا بنتكلم عن الجمهور المستهدف، وقلنا ان المرحله الاولى في الجمهور ان احنا بنعمل عمليه سيجمنتيشن، اللي احنا بنقسم الجمهور لشرايح. تخصيص هنا بقى معناها ايه؟ ان انت بتخصص شريحه واحده من جوه الجمهور ده. بمعنى، خلينا اديك المثال على طول عشان تبقى الدنيا اوضح. يعني هنا لما اقول لكل امه حديثه، ده المثال انا كنت بقول لكم هنا. لما اقول لكل امه حديثه، انا هنا عملت ايه حسناء واسراء؟ انا هنا خصصت كلامي لمين؟ للأمهات اللي لسه والدين برافو مثلا. عليك، ايوه برافو عليكي، اللي هي ايه اول مره تجيب، برافو عليك، لاول مره ايه تجيب بيبي، حلو قوي. فهنا هتحس ايه؟ ان لا، ده لان الامهات، ما هو عادي بقى عندك امهات من اللي هي صغار السن لحد كبار السن، كلهم امهات ما فيش مشكله. هنا هتحس ان لا، ده عايزني انا تحديدا. ده واضح ان الحكايه دي بتبقى عارفاها لما انا اقول لكل ام حديثه، واضح هي هتقول في بالها لا، ما واضح كده ان دي بما اني انا اول مره اتعامل مع طفل فانا اللي ما اعرفش. ده كده هي بيخاطبني، هيديني انا حاجه تحديدا ليا مش للامهات بشكل عام. ففعلا بيصير فضولها ان هي تكمل قراءه، تعرف المعلومه اللي ليها تحديدا. قيس على كده بقى تخصيص شريحه تحديديه من كل جمهور. وخد بالك، بربط لكم بس الدنيا ببعضها، حته تخصيص شريحه دي معينه بتساعدك في الافكار، بتزود معاك الافكار. ليه؟ لان احنا متفقين، انا هنا لما الفكره دي لما اعمل تخصيص، فانا ده انا هنا خاطبت الشريحه دي، هيفرض عليا، هلاقي نفسي بفكر، ما انا عايزه اخاطب كل جمهوري، فبفكر في فكره تانيه بتخاطب شريحه تانيه. فهلاقي ان اسلوب التخصيص ده ساعدني في الافكار بشكل كبير. فهمتوا انا بقول ايه؟ ومعلش انا بحب اوضح كل التفاصيل دي تاني اثناء الشرح عشان تعرفوا يعني ايه اهميه ده. ما يبقاش كده يعني، ده كله باذن الله يا رب عشان لما تبداوا تطبقوا وتشتغلوا تفتكروا كده، تقولوا ده احنا سمعنا كده قالت لنا كذا، انا ده هدفي. حلو. فده التخصيص. الصدمه والفضول طبعا واضحين من اسمهم. الصدمه ان العنوان بيكون فيه شيء بيصدم الجمهور فبيكمل قراءه لمعرفه التفاصيل، وكذلك الفضول حاجه اكيد لما حاجه تصير فضولنا بنبقى عايزين نعرف تفاصيلها. فدي كده تيبس لو موجوده عندك تقدر تعتمد عليها لو انت في المرحله الاولى. فهو وعايز تكتب عنوان بيجذب الانتباه، طلع اقراهم، شوف الفكره اللي انت محضرها وابدا شوف ممكن يمشي معاها ايه، ممكن يمشي معاها عنوان من كذا. وعايزه اقول لكم على نصيحه في موضوع العنوان، وكل واحد ليه طريقته. انا ما بجبرش حد خالص على حاجه، انا دايما بكلمك بس من واقع تجربتي وخبرتي، وانت ليك حريه القرار. انا احيانا باجل العنوان لحد ما اخلص البيس اوف كونتنت، ساعات وساعات مش دايما. بس لو لقيت العنوان مش حاضر في ذهني ومش عايز يطلع مباشره، بعادي بدخل في البيس اوف كونتنت، وبحسه بعد كده لما خلاص لما الفكره بتتجمع قصادي بيظهر لوحده. وفي حاجات لا، ببقى انا مجهزه العنوان وعارفاه وهو اللي هتقوم عليه بقيه البيس اوف كونتنت. فانت عندك الطريقين. علشان ايه؟ لو انت انا ليه بقول ده؟ عشان لو انت في مره قاعد بتكتب وما عرفتش تجيب العنوان ما تزهقش وتقوم ماشي، لا خلاص، عدي ادخل في البيس اوف كونتنت والعنوان هيجي. تمام كده؟ لان الحالتين بيحصلوا. فدي ايه؟ مجموعه من التبس تساعدنا في الهيدلاين. طيب يلا بينا بقى نشوف الامثله بتاعتنا على العنوان. بصوا معايا بقى وشاركوني معلش اسراء وحسناء، ازاي تتعلم كتابه المحتوى وتحقق دخل شهري. انا هنا اعتمدت على ايه؟ على الأسئلة. ازاي، برافو عليكي. وحاجه تانية بقى، لما قلت ازاي تتعلم كتابه المحتوى استخدمت ازاي؟ مش كان ممكن يا حسناء احط علامه الاستفهام؟
مش هيبقى غلط، ولكن انا متفقه معاكم، لان دايما اقول لكم محاضرات الكتابه ما فيهاش غلط وصح، لكن فيها حاجه اعلى من حاجه، في حاجه افضل من حاجه وهتحقق النتيجه. فهنا لما قلت يا حسناء وتحقق دخل شهري، مش اداله قيمه مضاعفه ولعب على المشاعر بشكل اكبر. اه بالظبط، يعني هو عمل سؤال وعمل يعني فضول مثلا عنده، صح؟ برافو اثار عليكي. الفضول. بص انت شفتيه اثاره فضول، لان بقول لك ايه، انت حسناء شايفاها اثاره فضول، تيجي اسراء دخل الشهري تشوفها سعاده، اجي انا جيلان دخل شهري احسها فيها نوع من الحماس. فهمتي؟ كل اللي قلت لكم فاكرين السيشن اللي فات لما قلت لكم المشاعر دي نسبيه، كل واحد بيشوفها بفكره. فاهمين قصدي؟ ولكن ايه اديته وبعدين احنا ما ضحكناش عليه، هو فعلا كتابه المحتوى من مصادر الشغل الحر اللي تقدر تحقق منها دخل شهري، فاديته فاليو اكتر، اديته منفعه اكتر. تمام كده؟ فبقى افضل جدا من لما كنت اقول ازاي اتعلم كتابه المحتوى واحط علامه الاستفهام. يبقى هنا العنوان ده اعتمد على حاجتين، ازاي، وزود التأثير باستخدام ايه تحقق دخل شهري، كل واحد بيشوفها بنوع من المشاعر. حلو قوي. هنا لما اقول ايه اللي المفروض تسأل عليه قبل ما تدرس كورس اونلاين، ده بشكل بسيط سؤال بسيط جدا. يعني ده هنا اعتماد على سؤال، هل ده في اي حاجة صعبة او غريبة؟ لا اطلاق، مباشر وواضح، ولكن بيعمل ايه؟ انا شايفة في سؤال وفي حاجة تانية. مين يشاركني كده؟ طيب خلينا ايه ننجز مع بعض. انا شايفه في اثاره فضول. يعني انا دلوقتي لو انتوا شفتوا الهيدلاين ده قبل ما تحجزوا الكورس، مش هتقروه من باب اثاره الفضول تعرفوا طب والله ايه اللي المفروض نسال عليه، نشوف الحاجات دي موجوده في الكورسات اللي احنا بنسال عنها ولا لا. فانا شايفاه ايه لاعب على حاجتين دول. تمام. وفي الاخر لو انا بقدم مثلا كورس وكتبت العنوان ده وربطته بالكورس بتاعي، انا عملت ايه؟ بدل ما اتكلم عن الكورس بشكل مباشر، انا لفتت انتباهه بحاجه تفيده هو. فهمتوا الفكره جت منين؟ يعني انا دلوقتي بدل ما اجي اقول له الكورس بتاعي كذا وكذا وكذا، لا ده انا بدات له بعنوان ايه اللي المفروض تسال عليه قبل ما تدرس كورس اونلاين، واديته مجموعه من النصائح اللي الكورس اونلاين بيتضمنها، بتحصل منه على جوده وبتخرج منه بفاليو معينه. وقلت له ان كل العناصر دي احنا بنطبقها وشرحت له طريقتي. انا عملت ايه؟ انا بدل ما اجيبه بشكل مباشر، جبته بمعلومه تفيده هو. خلاص كده؟ طيب. لما اقول هنا 6 اكاذيب تستخدمها شركات التسويق الشبكي، هنا اعتمد على ايه؟ ارقام. حلو، اعتمد على الارقام. وفي نفس الوقت برضو انا حسيت فيها حاجتين. بصوا 6، يعني 6 حاجات، عارف هما 6 نقاط واضحه وصريحه. فيهم حاجتين كمان انا شايفاها لو حد بيشتغل في المجال ففيها نوع من الصدمه، وممكن حد يشوفها فضول يبقى عارف يعرفهم من باب الفضول. تمام. ولكن الاساس الارقام زي ما اسراء قالت. طيب. هنا ده تقريبا نفس الاولاني، ازاي تحقق دخل شهري من وانت في بيتك. ازاي. وبصوا اختلاف هنا وتحقق ودخل شهري هنا من وانت في بيتك، اديته احساس بايه؟ لا ده فلوس وانت قاعد في البيت، في راحه وفي تشجيع وفي حماس. يعني فهمتوا الفكره؟ حاجات، تفاصيل، تاتشات صغيره كده بس ممكن تودي ايه المحتوى في حته تانيه يبقى اكثر تاثير. يلا بينا. لما اقول هنا تجنبي اشعه الشمس في الاوقات، بقيه العنوان هنا اعتمد على الايه؟ تحذير. برافو عليكي. لو انا هنا يا حسناء ببيع سان بلوك انا او منتجات العنايه السكين كير والحاجات دي، انا هنا هعمل ايه؟ انا هبدا المحتوى بتاعي. يعني خدوا بالكم احنا في بعض الاحيان وخصوصا المنتجات ممكن نربط بين الكونتنت والكابي. زي ما انا قلت لكم هنا في ايه المفروض تسعى عليه قبل تدرس كورس اونلاين، انا بدات بمعلومه تفيده ونهيتها بكابي رايتنج. مبيعات مش غلط خالص. اه، دي انا كنت شطاره. عايزه اسال حضرتك على انه انا ممكن السؤال يبقى جزء، يعني جزء السؤال اللي انا ممكن اعمله اللي هو ازاي او امتى او كده، والجزء التاني يبقى له علاقه بالبيسو بالكول تو اكشن. صح، يعني انا عايزاه زي ما انا يحقق دخل بقول شهري فهيشترك مثلا في اي حاجه برافو، ما او. ده اللي انا لسه بقوله لك صح كده، اه اه تمام. مش غلط خالص. يعني انت جذبت، مش انا لسه بقول لك جذبت انتباهه بحاجه تفيده، وبعد كده وصلتها المبيعات تفيدني انا، مش انا لسه قايله لك كده؟ اه ده اللي انت بالظبط بتقوليه. بالظبط، ايه اه اه الغلط في اه. ده؟ لا انا ضميت الاثنين. فاهمه قصدي؟ تمام تمام. وخصوصا في يعني بتلاقي ده في المنتجات اكتر برضو، وممكن عادي في الخدمات، بس خدي بالك لازم برضو تكوني مقدمه قبلها كونتنت تعليمي كان هدفه الافاده فقط زي ما احنا اتفقنا. تمام كده؟ يعني هتنوعي.
اي كامبين بتشمل الاثنين يا حسناء، الكونتنت والكوبي. احنا يعني متفقين. قصد حضرتك بوست كده وبوست كده، ولا في البوست ده بس؟ لا، الكامبين كلها، يعني هيبقى عندك النوعين، اه، يعني ايوه ايوه. لان النوعين، هو ده انا فاهمة؟ مش هعرف اكتب محتوى تعليمي في الاول، انا بادئه بسؤال يعني تحتيه بقى هدي محتوى تعليمي وبعدين اعمل له الكول تو اكشن، ولا قصد حضرتك في بوستات تانية؟ في بوستات تانية، يعني الكامبين بتاعتك اللي هي الحملة يا حسناء يبقى فيها الفكرة زي ما انت اتكلمنا عنها، ان انا بقدم معلومة واربطها بالبيع، وفي بوستات بتبقى لا، معلومات فقط، ده وده. مش احنا اتفقنا لما يدخل عندك هيلاقي كل اللي بيدور عليه؟ لقى اه حاجات بالظبط. فيها كونتنت للكونتنت فقط من غير ما توصلي بيه للبيع، فاهمة؟ في ده وفي تمام. ده، ما فيش يعني، ما م. اختلفناش زي ما احنا متعلمين. تمام. تمام. حلو. يلا بينا. فهنا كنت بقول لو انا اديتها التحذير ده، انا دلوقتي ببيع حاجه الصن بلوك والسكين كير والكلام ده، انا هقول لها ده وتوقيتات التحذير، وبعدين هقول لها المنتج اللي انا ببيعه نفس اللي احنا كنا بنتكلم عنه، بس بدل ما اقول لها تعالي اشتريه على طول، اديتها معلومه فادتها، وبعد خليتها تكمل، يعني انا كده يعني خليتها تقرا كده، قلت لها طب احنا بنبيع كذا كذا كذا، بدل ايه؟ لان اسلوب البيع المباشر، احنا بنعمل كل ده ليه؟ لان اسلوب البيع المباشر الجمهور ما بقاش بيحبه خالص. تمام كده؟ طيب، لكل أمة حديثة اتكلمنا عنها ووضحناها اللي هي التخصيص. طيب فاكرين لما قلت لكم تغيير كلمة بكلمة؟ كلنا عارفين مقولة ايه؟ زمن الفن الجميل. والمقولة دي لما بنيجي نستخدمها هي ما بقتش حتى، يعني هي مش بترمز للفن فقط، هي وقت حتى ما تبقى قاعد بتهزر وبتتكلموا على ايام زمان او حاجه، يقول لك لا ده كان اصل ايام زمن الفن الجميل، بنقولها احنا في حياتنا العاديه، يعني مش كفن فقط، بتبقى اشاره لايام حلوه يعني. فانا شفت مره كانت تقريبا كانت مقاله، كان مستخدمين ايه بقى؟ مستبدلين الفن بالهم، فيها نوع من الاسقاط والتريقه على اوضاع معينه يعني. فهنا عمل ايه اللي قرا زمن الهم الجميل؟ هو ما ربطهاش على طول، يعني انا لما جيت قريت، طب ما انا ربطت ان هي قصده زمن الفن الجميل، هي تريقه على حاجه. فهي ايه؟ ان انت لو عارف تستخدم المثل او الحكمه او المقوله او ايا كان زي ما هو، او تعمل تغيير فيه بما يتناسب مع المنتج او الخدمه. طيب، اخر حاجه في العناوين، ان انت ممكن تستخدم الكلمات دي بقى لو موجوده في العنوان، دي كلمات كده يعني لو انت عايز تضيفها في عنوانك حسب الفكره اللي انت بتتكلم عنها، بتخليه مؤثر، زي حاجه فورا، لو بشكل فوري، كلمه افضل، اسرع، احسن، اسهل، خطوه بخطوه، الحاجات دي بتدي يعني، لان حتى احنا دايما لما نيجي نعمل سيرش بنستخدمهم، افضل طريقه لكذا، اسهل طريقه اتعلم بيها كذا، بنلاقي الكلمات دي مستخدمه يعني، فممكن تعتمد عليها في بعض الاحيان. تمام كده؟ فدي كده اديتكم مجموعه ايه كبيره جدا من النصايح نعتمد عليها في كتابه العنوان.